وصف رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي بلاده بالرجل المريض الذي يعيش فترة نقاهة، محذرا من تعرض مصر لردة نتيجة سوء الحظ أو لخطأ قد يرتكب. ونفى الببلاوي في لقاء جمعه مع أعضاء الجالية المصرية في أبو ظبي أن يكون في مقدور الحكومة إعادة الأمن بنسبة 100%، مشددا على أنها تحاول استعادة الشعور بالأمن. وقال الببلاوي إن المواطن المصري بدأ يشعر بوجود دولة تحمي الأرواح والممتلكات، مبينا أن الأمن أحد أهم الملفات السياسية التي عملت عليه الحكومة مؤخرا. وألمح الببلاوي إلى وجود مسائل عاجلة لابد من حلها في الوقت الحالي، وأهمها المحوران الأمني والاقتصادي. الببلاوي أشاد بموقف دولة الإمارات في دعم مطالب الشعب المصري التي خرج من أجلها في 30 من يونيو. ولفت الببلاوي أخيرا إلى أن الدبلوماسية الإماراتية لعبت دورا حاسما في تغيير الكثير من مواقف الدول الفاعلة تجاه ثورة 30 من يونيو.